لو زهقتوا بقى من طعم الفراخ التقليدي وصينية البطاطس بالفراخ التقليدية، تعالوا بقى أنا جبت لكم الجديد. بجد طعمها، عارفين لما تاكلوا حاجة كده ومش عارفين هي متبلة بإيه أو طعم إيه بالظبط، بس طعمها تحفة والفراخ دايبة كده واللحم مستوي جدا. هو ده. هقول لكم كل حاجة والتتبيلة دي أنا عملتها إزاي، بس لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجة معايا معلقة كبيرة من المستردة، ومش معلقة هرمية، يعني هي معلقة كبيرة بس ممسوحة كده من المستردة. معلقة ونص من صلصة الطماطم العادية. معلقة صغيرة من الثوم المفروم. ربع كوباية من الزيت. 3 معالق كبار او 4 عصير ليمون. ربع كوباية من الخل. ومعايا طماطماية كبيرة متقطعة كده مكعبات. وبصلاية برضو حجم وسط برضو كده متقطعة مكعبات. وفلفل رومي او حامي اذا حابين. انا حطيت نص وحدة فلفل حامي بس مش اكتر. التوابل بقى بتاعتي بسيطة جدا. معايا معلقة صغيرة كده مليانة من السبع بهارات، وممكن تبدلوها بتوابل الفراخ لو هي مش موجودة. وممكن برضو التوابل بتاعت ماجي لو موجودة عندكم توابل الفراخ. ومعلقة كبيرة من البابريكا. معلقة صغيرة من الكمون. رشة من الفلفل الأسود ورشة من القرفة. معلقة صغيرة من الكاري ومعلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ناعم. ومعلقة كبيرة بقى من القشطة. وممكن معلقة كبيرة بديل ليها من الزبادي. أو حبة لبن هيقضوا الغرض برضو. والملح طبعا حسب كمية الفراخ اللي انتم مستخدمينها. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو حطيت الطماطم والبصل والفلفل الحامي في الكبة وفرمتهم فرم ناعم. وممكن كمان انزل بباقي المكونات في الكبة واخلطهم كلهم مع بعض، بس هي مش فارقة، فانا ضربت دول الاول طحنتهم وبعد كده احط كل المكونات عليهم. بديل القشطة دي لو مش موجودة زي ما قلت ممكن معلقة كبيرة من الزبادي. او ربع كوباية من اللبن. او كريمة الطهي لو متاحة. يعني اي حاجة ممكن تنفع في الخطوة دي. حط بقى كل المكونات كده على بعضها. ومعلقة المستردة دي عاملة شغل عالي، هي والزبادي او القشطة، يعني بجد مدين مزازة مع بعض رهيبة. كل المكونات على بعض. وهنا معايا الليمون. بصوا انا ما كانش عندي ليمون يعني لسه كده في التلاجة، فانا كنت بشيله مكعبات وبشيله في الفريزر، فطلعت كام مكعب كده واول ما ابتدوا يسيحوا حطيتهم على طول على التتبيلة. هنا تقريبا حطيت قد ايه ملح، تقريبا حطيت معلقة صغيرة مليانة من الملح او معلقة ونص. انا هتبل فرخة واحدة بس، والتتبيلة دي يعني هي ممكن تكفي فرختين كمان، بس انا عملتها لتتبيلة واحدة عشان انا بحب اولا التتبيلة تكون كتير. وكمان هستخدم او هحط بطاطس تحت الفراخ، فهتبل بباقي التتبيلة دي البطاطس بتاعتي. هجيب الفرخة بتاعتي، تقدروا تتبلوها كده الفرخة صحيحة كده زي ما هي، تقدروا تقطعوها 4، تقدروا تقطعوها نصين، يعني زي ما تحبوا. في كل الأحوال هي هتنفع. فأنا الفرخة دي أنا قطعتها نصين زي كده، وهتبلها وهسيبها بقى في التتبيلة دي براحتها. يعني كل ما هتقعد في التتبيلة هتكون أحلى. عايزين تستخدموها على طول، يعني تقريبا أقل حاجة ممكن تقعد هما ساعتين في التتبيلة. ممكن تحد ليلة كاملة، ممكن تسيبوا الفراخ دي ليلة كاملة في التتبيلة كده. فهتبلها بقى من تحت الجلد كويس، يعني مش من فوق الجلد بس، لا. انا فتحت كده بالراحة من تحت الجلد ووصلت للحم بتاع الورك والصدر وتبلتهم كويس جدا من جوه. انا عايزاها تتشرب عشان خاطر انا المرة دي ما سبتهاش ليلة كاملة ولا حاجة، انا يعني سبتها تقريبا 3-4 ساعات. فكنت عايزاها تشرب كويس جدا جدا من التتبيلة. تبلتها كويس وهشيلها بقى في التلاجة لحد
ميعاد الغدا او لحد ما عاوزة ايه اسويها. طلعتها بقى دلوقتي عدى تقريبا 3 4 ساعات، وقطعت بطاطس على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. دول كانوا 4 بطاطسات كده حجم وسط، وهتبلهم بقى بباقي التتبيلة اللي انا قلتلكوا عليها. بصوا انا هحاول كده اشيل البواقي اللي من تحت. هي كده كده لما انا هحط الفراخ عليها هتتبل برضو وهتشرب من الطعم والتتبيلة وكل حاجة. بس انا هشيل حبة كده من الزيادة اللي في الصينية واقلبهم على البطاطس، وبعد كده هحط بقى الفراخ بتاعتي على الوش كده في الصينية. كنت مشغلة اهو الكاتل، عايزة احط كوباية مية مغلية على باقي الفراخ والبطاطس، يعني احطهم في الصينية، احط كوباية المية دي في الصينية. وفي الوقت ده كان الفرن شغال على حرارة 220، 200 او 220 يعني عادي. وبسخنه عشان عايزة ادخلها في فرن سخن. هحط بقى دي تقريبا كوباية مية مغلية عشان تساعد في سوى البطاطس، والبخار اللي يطلع منها يخلي الفراخ تدوب كده ولحمها يبقى طري جدا يعني. وطبعا في الخطوة دي لازم هغطيها عشان هدخلها الفرن على طول. الفترة بتاعة سوى البطاطس هي بالظبط سوى الفراخ، لان البطاطس متقطعة تخين شوية، مش متقطعة رفيع. لا انا كنت مقطعاها بطاطس متقطعة شرايح تخينة، علشان هي خدت تقريبا في الفرن الفراخ مع البطاطس خدت تقريبا ساعة ونص في الفرن. وبعد الساعة ونص شلت الورق وشغلت الشواية عليها عشان تاخد لون من فوق وتتحمر معايا وتبقى مظبوطة. وقدمتها طبعا مع رز بشعرية كده مفلفل وحلو كده وبسيط. وهنا طلعتها بعد ما شغلت الشواية، خدت لون حلو من فوق، وكانت البطاطس بصوا يعني مستوية جدا جدا، وما اتهرتش، وما استوى مظبوط الاتنين مع بعض سواهم مظبوط جدا. علشان زي ما قلت ان البطاطس متقطعة شرايح تخينة عشان قعدت ساعة ونص في الفرن، فعشان ما تتهريش معاكو وتطلع الواحدة كده محتفظة بشكلها. وانتوا بتشيلوها دلوقتي هوريكم وانا بشيلها، يعني متشالة مظبوط جدا، مش مهرية ولا اي حاجة، ولا بتتكسر مثلا مني وانا بشيلها. حطيت كده معلقتين من الصوص ده كله اللي نزل من الفراخ والتتبيلة بتاعتها. حطيت كده معلقتين على الوش عشان يدوا لمعة كده للفراخ وبس. وغرفت البطاطس بالصوص ده. مش عارفة اقول لكم طعمه عامل ازاي، رهيب رهيب بجد. طعم الفراخ بجد مميز جدا جدا، هيعجبكم 1000000%. لازم تجربوها واوعدكم بجد ان انتوا هتعملوها اكتر من مرة. طعمها فيه من لذاذة كده ومزازة وطعم جديد وجميل جدا. ولو وصلتوا بقى معايا لحد دلوقتي في الفيديو، اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوا سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها هنا على القناة. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.